السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناس كتير قوي كلمتني في الطبنجات، نختار طبنجة 8 ولا طبنجة 9. انا هجيب لكم الخلاصة والنهاية في الموضوع ده. نصيحتي ليك ابعد عن الطبنجة 8 مللي، الطلق 8 مللي في مصر. ليه؟ انا اتكلمت قبل كده في نوع الطلق والفرق ما بينهم والكلام ده كله، ولكن احنا لو في مصر بالذات انت عندك الطلقة الواحدة في 8 مللي بتعمل 50 جنيه، في حين ان الطلقة العادية اللي هي الصوت 9 مللي بتعمل تقريبا 30 جنيه. فطبعا ده هيكون عبء عليك. في ناس برضو بتسأل برضو عشان نخلص الجدال في الحتة دي، طلقة 9 مللي الذهبي منها صوتها أعلى ولا الفضي؟ الاتنين واحد. طالما النوع واحد يبقى هيفضل نفس الصوت، لأن البارود من جوه بيبقى نفس الكمية، ولكن الذهبي والفضي بيفرق. زي ما قلت برضو في فيديو قبل كده قلته، نوع البارود بس بيكون انضف، فالهبابه بتبقى احسن في الذهبي شويه. تمام. في برضو حاجه برضو استعرضها لكم، دي الطلقه البلي. تمام. دي لما يكون الطبنجه بتضرب بيل اهي كده، ده ايه؟ دي 9 مللي بتضرب بيل. دي الطلقه برضو ايه بيبقى في المقدمه في بيل. فانا حبيت استعرض معاكم الدنيا وعشان يكون ايه. وبرضو الفيديو ده تكمله للفيديو اللي انا نزلته قبل كده، يا ريت تتفرجوا عليه. هسيب برضو عنوانه بحيث ان انت تختار ازاي مظبوط وتختار ايه صح. زي ما جبت لكم كده النهايه، الافضل الطبنجه 9 مللي مش 8. وشكرا.